في إحدى الأيام كان في راجل عجوز بيجري من مجرمين بيلحقوه، بيوصل لطريق مسدود والمجرم بيطلع سلاحه وكان خلاص هيقتله، بس فجأة شاب بيتدخل وبيمسك إيده وبيكسره، وساعتها الحرامي بيترعب من قوته وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده العجوز بيبص لسيجي وبيشكره، بيقوله اللي بيدافعوا عن الناس زيك المفروض هم اللي يبقى معاهم القوة مش حد تاني. بيطلع حاجة أشبه بالختم من شنطته بيديها له، وأول ما بتلمس إيده الواد بيحس بكهربا في جسمه. الختم هو كمان بيندمج مع جسمه وبيبقى وشم على ايده، والواد مش فاهم ايه اللي بيحصل له. بيسأل العجوز ايه الوشم ده، ولكن ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم كان سيجي بيجري ومتأخر على الفصل بتاعه، بتطلع قدامه بنت كده وكان هيخبط فيها، بس البنت رد فعلها سريع جدا وبتديله بوكس بتكنس بيه الشارع. اول ما بتلاحظ اللي عملته بتروح لسيجي وبتقول له انا اسفة، ده كان رد فعلي وما كنتش اقصد اذيك بحاجة. بتيجي تمسك ايده علشان تقومه، وفجأة هما الاتنين بيحسوا بكهربا، وفي وقتها البنت بتبصله بصة مش تمام، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وشكل في إن في الموضوع يا صاحبي. المهم سيجي بيقوم وبيكمل في طريقه عادي، بيوصل الفصل وكان عمال يفكر في الوشم اللي على ايده وليه مش راضي يتمسح. صحابه بيلاحظوا انه سرحان ومش بيتكلم، بيقولوا له مالك يا عم انت ساكت كده ليه، احكي لنا بس ايه اللي مضايقك. الواد بيحكي لهم اللي حصل له وبيقول لهم انا عايز اعرف بس ايه الوشم اللي على ايدي دوت، وليه اتكهربت لما البنت لمست ايدي. صحابه بيستغربوا من كلامه مش فاهمين منه حاجة، الا واحد فيهم بيتكلم معاه بيقول له ان الدولة طورت اسلحة جديدة وهي عبارة عن ختم بيدي لصاحبه قوة جبارة، ويمكن الزهر لعب معاك يا عم وده واحد منهم. بس سيجي بيقول له لا انا ما حسيتش باي تغير في جسمي والكلام ده مش مظبوط. وفي الوقت ده بتدخل توكو حبيبة سيجي وعايشين مع بعض في بيت واحد، بتقول له تعالى معايا علشان نروح نجيب طلبات للبيت. بيرفض وبيقول لها انا تعبان ومش هعرف اجي، فبتتعصب من كلامه، وفعلا هي مش مسيطرة خالص وسيجي ما راحش معاها. المهم توكو بتروح تشتري اللي هي عايزاه وبيقف سيجي مستنيها، وبعدها بيطلع يتكلم في التليفون. بيتفاجئ بالبنت اللي خبط فيها بتنده عليه بتقول له انا اسفة على اللي عملته معاك. بتيجي عنده وفجأة بيلاقيها خدت التليفون بتاعه وبتهرب. بس انت متخيل انه هيسيبها يا صديقي؟ لا والله، سيجي بيفضل وراها والبنت كانت سريعة ومش عارف يلحقها. بتوصل عند مصنع مهجور وبتدخله، بيدخل وراها واول ما بيدخل بيلاقيها قاعدة مستنياه لسه هيتكلم، فبيلاقيها بتقول له انت جبت الختم ده منين ياض انت اكيد تابع للخونة ولازم تموت دلوقتي. الواد مش فاهم حاجة لسه هيتكلم فبتهجم عليه، بيفاديها بصعوبة ومش عايز يهجم عليها. حركاتها صعبة جدا مقارنة بجسمها، بتضرب بكل قوتها بيصد ضربتها ولكن معصمه بيتصاب. وفي الوقت ده سيجي اتعصب بيقول لها مش هتهاون معاكي تاني، بيمسك ايديها وكان هيرزعها في الارض، بس قبل ما تقع بتمسك التليفون وبتكسره على دماغه. لسه ما بيلحقش يفوق بيلاقي رجل طيارته من قدامها، بتروح له تاني عمال اتلطش فيه من كل اتجاه وهو مش عارف يعمل معاها اي حاجة. بتوقعه وبتطير في الجو بسلاحها خلاص هتقتله. وفي الوقت ده ايقن سيجي انها لحظاته الاخيرة، بس البنت مش بتصيبه وبتنزل السيف جنب دماغه ومش بتقتله. بتكون مستغربة من اللي عمله وبتعرف انه ما يعرفش اي حاجة فعلا عن الاختام ديت ولا القوة اللي عنده. سيجي هو كمان بيفوق وبيقول لها انت عملتي كده ليه، سرقتي تليفوني وكنتي هتموتيني وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. البنت بتبعد عنه وبتقول له انا اسفة، اسمي هو ايزي واحد اعضاء المخابرات. بتوري له الختم اللي على ايديها وبتقول له انا جيت علشان ارجع الختم اللي معاك، والختم ده بيدي لصاحبه قوة مش عادية. بتطلع طباشيرة وبتمسكها بالايد اللي فيها الختم بتفعله، بعدها بتجمع الهواء على ايديها وبتعمل منه قنبلة. بيحصل انفجار كبير وسيجي مش مصدق اللي قدامه. بتقول له بص يا عم ده 1% بس من قوة الختم اللي معايا. الواد بيتصدم وفي وقتها بيسألها سيجي انت ليه عاوزة تجمعي الاختام ديت وتقتلي اصحابها؟ فبتقول له ان في ناس استخدموا قوتهم في اذية الناس واستعبادهم، وفي دول كتيرة عرفوا بقوة الختم ده وعاوزين يستغلوها في الحروب، علشان كده الدولة عينتنا نرجع الاختام ديت قبل ما تنتشر في العالم. بيفهم سيجي كلامها وفي الوقت ده كان تعبان جدا فبيسيبها وبيمشي. واول ما بيروح جده بيفضل يهزق فيه ويضربه، بيقول له ازاي بنت تسرق تليفونك وتشلفط وشك كده، يا خسارة تعليمي فيك كل السنين ديت. وبالمناسبة جده استاذ فنون قتالية وهو اللي معلمه يدافع عن نفسه ويساعد الناس الضعيفة. بيقول له لازم تفضل في النادي ساعات زيادة علشان تتعلم حاجات كتيرة ومش اي حد يعلم عليك كده. فبيقول له سيجي تمام. وتاني يوم بيكون سيجي قاعد في الفصل كده وزمايله مستغربين من اللي حصل في وشه، ولكن ما بيحكيش لحد حاجة. اذا هي كمان كانت في مبنى قصاد الفصل بتاعه وعمالة بتراقبه. المساعد بتاعها بيقول لها لازم نسلمه للحكومة زي ما مطلوب مننا علشان لو حد عرف انك سبتيه فهنتعاقب كلنا. بس ايزي بتقول له لا، سيجي ما يستاهلش يموت او يحصل له اي حاجة، الختم ده خده بالصدفة
انا هفضل مراقباه ومش هيروح عن عيني ولا لحظه، ومش هنبلغ الحكومه عن الختم اللي معاه. فبيقول لها المساعد تمام، وفعلا بتفضل تراقبه في كل مكان. سيجي بيكون ملاحظ انها بتراقبه ولكن ما بيبين لهاش اي حاجه، وهو مروح البيت هو وتوكو بتحس بيها وبتعرف انها بتراقبهم. بتلف وبتقول لها انت عايزه مننا ايه؟ عماله بتزعق لها وكانت متضايقه جدا علشان فاكراها بتتجسس عليهم وعايزه تتكلم مع سيجي. بس سيجي بيهديها وبيقول لها روحي البيت، انا هتكلم معاها وهشوف هي عايزه ايه مني. وفعلا بتسيبه وبتمشي. بيروح لايزي وبيتكلم معاها، بيقول لها انا مش مصدق حاجه من اللي انت قلتيها امبارح. انا مسكت طباشيره وحاولت افعل الختم زي ما انت قلتي لي ولكن مفيش اي حاجه حصلت. فبتقول له لا يا عم مش زي ما انت فاكر، كل ختم بيختلف عن التاني وبيديله قوه مختلفه، ونتيجه لكده بيحتاج حاجه مختلفه علشان تفعله. بمعنى تاني انت هتفضل كده لحد ما تمسك حاجه بالصدفه، وساعتها طاقتك هتظهر وهتعرف ان ده هو اللي بيفعل الختم بتاعك. وفجاه واثناء ما كانوا بيتكلموا بيلاقوا راجل بيجري عليهم وباين عليه مجرم. سيجي بيبعدها عنه، بيمسك ايده واحلى شوبليكس عليك يا معلم، وكمان واحده بالكوع بيكسره. ايزي بتسقف له وبتقول له عاش عليك يا بطل، وبتروح بعدها تشوف مين اللي كان بيلحقه. بتتصدم لما بتلاقي المساعد بتاعها، بيقول لها ده اللي معاه احد الاختام القويه. لسه ما بيكملش كلامه وبيلاقي سيجي خد ضربه طيارته قدامهم. ويلسون ختمه بيتفعل وبيقول لهم تعالوا يا شويه جبنه. ايزي لسه هتهجم عليه فبتلاقي سيجي بيمنعها، بيقول لها سيب الموضوع ده عليا، طالما هو مجرم فمش هتفرق لو كان بوشم ولا لا، انا اللي هقتله لوحدي. بيهجم عليه بكل قوته بس ويلسون قوته كبيره وبيهجم عليه هو كمان. سيجي بيفادي هجماته بصعوبه ومش عارف يصيبه من اي ناحيه، بيحاول من كل اتجاه ولكن جسمه ضخم بالنسبه له. بيقف يفكر هيعمل ايه في حلوف زي ده وازاي هيصيبه، ولكن ويلسون ما بيستناهوش يفكر حتى، بيهجم عليه. وفي وقتها سيجي بيفادي هجمته وبيديله بوكس بيكسره، مفكر انه هيأثر فيه اي حاجه بس بيلاقيه مسك دماغه وكسر به الاسفلت من تحته. كمان بوكس في بطنه والواد خلاص جاب اخره. ويلسون عمال يستهزأ بيه وهو مش عارف يعمل اي حاجه، جهز علشان يقتله. وخلاص هي دي نهايتك يا صاحبي. وفي اللحظه ديت ايقن سيجي انها لحظاته الاخيره. ايزي وتوم بيشوفوا اللي حصل له، عايزين يلحقوه ولكن المسافه كانت بعيده عنه. ولكن فجاه قبل ما يضرب سيجي ويموته الختم بتاعه بيتفعل، بيطلع من ايده هاله كبيره جدا والعيال مش مصدقه. اليسون بياخد ضربه واحده بالطياره وبعيد وبتخلص عليه. ايزي مصدومه من اللي شايفاه، ده ختم اللا نهايه، اندر ختم على الاطلاق والذي لا يحتاج اداه لتفعيله. ولكن في الوقت ده سيجي واقع ومش عارفين اذا كان عايش ولا ايه اللي حصل له. بياخدوه على البيت ولما بيفوق بيلاقي كل جروحه اختفت وما عادش حاسس باي وجع. بيقولوا له الحمد لله على السلامه ومبروك يا عم، انت معاك ختم اللا نهايه، اقوى ختم من الاختام واللي بيخلق فراغ كبير ممكن يبلع العالم كله. وعلشان تفعله مش هتحتاج اي حاجه، عشان مع اول نقطه دم هتلمس ايدك هيتفعل تلقائي. الواد بيفرح علشان معاه القوه ديت، بس بيقولوا له ما تفرحش قوي يا حبيبي علشان قدامك حل من اتنين، يا اما نقتلك وناخد الختم ده دلوقتي يا اما تشتغل معانا وتساعدنا نجمع باقي الاختام. انت ايه رايك في الكلام دوت؟ الواد وقتها بيتعصب، بيقول لهم لا انا مش هبقى تابع ليكم ومش هقتل حد علشان بس اخد الختم بتاعه، ما يمكن ملوش اي علاقه بالحروب وبيساعد الناس بيها. وفي وقتها ايزي بتتعصب من كلامه، بتديله رجل بتوقعه، بتقول له انت مالكش راي في اي حاجه وما قدامكش غير حل من الاتنين دول، هسيبك لبكره تفكر في الكلام اللي قلته لك وبعدين هنشوف هنعمل فيك ايه. وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتروح ايزي الفصل بتاعه وبتقول لهم انها الطالبه الجديده، وطبعا عملت كده علشان تراقب سيجي ويفضل قدام عينيها. وفي استراحه نص اليوم بيطلعوا على السطح علشان يتكلموا. ايزي بتقول له ايه جوابك على اللي قلته امبارح؟ هتنضم لينا او هتموت دلوقتي؟ سيجي بيقول لهم عندي كام سؤال الاول وبعدين هقول لكم على اجابتي. فبيقولوا له هات يلا اللي عندك. اول سؤال هو ايه الاختام ديت ومين صنعها؟ والتاني ليه الدول عايزه تستعيد الاختام ديت ويا ترى هتستخدمها في ايه؟ ايزي بتقول له الاختام ديت اثار معموله من قديم الزمان، محدش عارف اتعملت ازاي وامتى، بس الدوله اعلنت انها صنعت اسلحه جديده علشان محدش يدور على الاختام ديت ويستخدموها في قتل الناس وسفك الدماء. الواد بيقول لها انت بتستعبطيني ولا ايه؟ طالما محدش يعرف بوجودها فازاي انتشرت وانتوا ازاي عايزين ترجعوها؟ فبتقول له ان بعد ما باقي الدول عرفوا بالسلاح الجديد وقوته كلهم قلقوا ليستخدموه ضدهم، علشان كده بعتوا ناس من كل انحاء العالم وسرقوا كميه كبيره، واحنا وظيفتنا نرجع الاختام ديت قبل ما باقي الدول تاخدها، وساعتها هتقوم الحرب على الكل. ولو الحرب قامت بالقوه ديت صدقني هتبقى دمار شامل. سيجي بيفهم الكلام وبيوافق يساعدهم وبيقول لهم لو حسيت انكم بتعملوا اي حاجه تاذي الناس فهكون اول واحد واقف في وشكم. فبيقولوا له تمام يا عم، وبعدها بيسيبوه ويمشوا. ومن ناحيه تانية كان في بنت هجمت على القصر الملكي قتلت كل اللي فيه، ختمها قوته كبيره تهدف لتجميع باقي الاختام علشان تستولي على الدوله وتبقى الملكه الجديده. بتقول للمساعد بتاعها انا عرفت مكان ختم اللا نهايه، علشان كده بعت 2 من اعتى المحاربين عشان يقتلوا صاحب
الختم ده ويرجعوه. فبيقول لها تمام، وشكل في حاجه كبيره هتحصل. سيجي في الوقت ده راح لبيت ايزي. توم بيفتح له الباب وبيدخله. بيكون متوقع انه هيلاقي اسلحه من كل الانواع زي ما بيسمع عن اعضاء المخابرات في التلفزيون، ولكن مش بيلاقي اي حاجه بتلفت انتباهه. ايزي بتتصل بيه وبتقول له انا في مستشفى قريبه من هنا، بعمل كام حاجه هناك. توم معاك واساله عن اي حاجه عايز تعرفها، وياك تمشي الا لما اجيلك. فبيقول لها تمام وبيقفل معاها. وساعتها توم بيقول له انزل المخزن تحت، هتلاقي صندوق هناك، هاته وتعالى. فبيسيبه سيجي وبيروح علشان يجيبه. اول ما بينزل بيكون متفاجئ من اللي قدامه، بيلاقي مكان واسع وآلات جيم، وده مش بس مخزن، ده المكان اللي بيتعلموا فيه كل حاجه. وفي نفس تلك الاثناء كانت ايزي بتركب اجهزه كده بترصد الاختام، ولو حد فعلها في مكان قريب من المستشفى الاجهزه هتحس بيه وهتبعت لهم اشاره، ويا دوب بتشغلها بتلاقي واحد مفعل الختم بتاعه واقف وراها. ما بتلحقش تبص له، بتلاقيه هجم عليها وكسر الجدار اللي جنبها. بس لحسن الحظ ما كانش حصل لها حاجه. بتقول للواد ده انت مين وايه اللي جابك هنا؟ بيقول لها انت ما تعرفيش ان الملك اتقتل ولا ايه؟ انا لاكا، مبعوث من الملكه الجديده، جيت علشان اقتلك وارجع باقي الاختام. البنت بتصدم وبتعرف انهم عارفين بختم اللانهايه. بيهجم عليها بكل قوته وبتصد هجماته بسهوله. بيتعصب وبيهجم عليها تاني، ولكن بتفاديه ببراعه. بتغفله وبتنزل الدور اللي تحت، بس ده بيكسر كل حاجه حواليه ومفكرها اتصابت من هجومه. وفي الوقت ده ايزي بتكسر طباشيره وبتفعل طاقتها، بتمسك حجر وبتحوله لقنبله وبترميه عليه، بتفجره وبعدها بتسيبه وبتهرب. بتكون رايحه البيت علشان عارفه ان في حد هيهجم على سيجي. وفعلا في الوقت ده الباب بيخبط. توم بيروح علشان يفتح الباب، وقبل ما بيوصل بيلاقي اللي كسر الباب وشقه نصين. بس المفاجاه ان توكو هي اللي عملت كده. سيجي هو كمان بيجي وبيشوفها وهي في الحاله ديت، بيلاقيها بتبص له بعين الانتقام وعايزه تقتله. بس هو ايه اللي بيحصل؟ تعال اما اقول لك. قبل كام ساعه توكو بتشوف سيجي وهو جاي هنا، بتحس انه بيخونها فبتطلع وراه علشان تشوف هيروح فين، ولكن بتطمن لما بتلاقي توم هو اللي فتح الباب. وبتكون مروحه البيت تاني، ولكن بتتفاجئ بالبنت دي في وشها، وديت بقى احد اتباع الملكه. بتبص لها نظرات مريبه، والبنت مش فاهمه ايه اللي بيحصل. بتيجي عندها وبتمسكها من رقبتها وبتخنق فيها. بعدها بتستخدم قوه الوشم بتاعها وبتستحوذ على جسمها. بمعنى تاني دي مش توكو، انما ديت بيلا ولكن في جسم توكو. سيجي بيبص لها باستغراب وبيقول لها ايه اللي بيحصل لك بس فهميني. توم هو كمان بيندع عليه بعصبيه، بيقول له خد الدم اللي في الشنطه وفعل قوتك بسرعه. لسه هيروح يجيبه فبتهجم عليه، بيفاديها بصعوبه ومش عاوز يصيبها علشان ما يأذيش توكو. البنت كاسحه فيه يمين شمال ومش عارف يعمل معاها اي حاجه. بتديله رجل بتلزقه في الجدار، ما بيلحقش يقوم بيلاقي اللي خارم كتفه. الواد خلاص جاب اخره. بيحاول يكلم توكو ولكن بيلا هي اللي بتتكلم، بتقول له دي مش سامعاك خلاص. بتجهز علشان تقتله وخلاص شكلها دي نهايته. وفي اللحظه ديت توكو كانت في وعيها مع بيلا. بتفتكر سيجي لما كان بيحميها من الناس اللي بيضايقوها وما كانش بيسيب حد يقرب لها. بتقول لا انا مش هسيبك تموت. بتجمع كل قوتها وبتهجم على بيلا وبتبعدها. وساعتها بيلا بتفقد تركيزها وبتبعد عن سيجي، فبيستغل ده وبيقوم يبعدها عنه. توم هو كمان بيجمع قوته وبيفعل ختمه وبيطلع بيلا من جسمها. البنت بتتعصب وبتطلع اسلحتها وبتهجم عليه تاني، بس سيجي اتدخل في اخر لحظه وصد الضربه بايده. الختم بيتفعل والبنت بتترعب اول ما بتشوفه. بيبص لها بعصبيه كده وبيقول لها جهزي علشان هتموتي. طاقته بتزيد والكل بيترعب اول ما بيشوفها. بيضرب عليها بكل قوته. نص البيت اتمسح حتى من هجومه، بس بيلا كانت قدرت تهرب في اخر لحظه وما حصلهاش اي حاجه. بتقف على سطح بيت جنبهم وبتعرف انها لو نزلت هيخلصوا عليها، فبتسيبهم وبتمشي. بعدها توكو بتروح لسيجي اللي كان في حاله صعبه جدا. بيقول لها هفهمك كل حاجه، بس هي بتكون قلقانه عليه وبتقول له ما تشغلش بالك، اهم حاجه انك بخير وبصحه وسلامه. ايزي بتيجي بتلاقي نص البيت مش موجود، وبتقول هو انا لخبطت في العنوان ولا ايه، ولكن بتتاكد انه بيتها لما بتشوف توم قدامها. وبعد الحادثه ب3 ايام كانوا تعالجوا من اصاباتهم، وبدات ايزي تعلمه ازاي يطور من نفسه ويستخدم الختم بتاعه. وبعدها بيسالها سيجي هي ازاي بسنها الصغير ده بس قوتها كبيره جدا وعارفه حاجات اكبر من مستواها. فبتقول له انا مش صغيره زي ما باين عليا، انما شكلي ثبت على كده من سنين كتيره، وده بسبب قوه الختم بتاعي. وانت كمان خلي بالك وانت بتستخدم قوتك، علشان لو استخدمت طاقه زياده جسمك مش هيستحمل وهتموت. فبيقول لها تمام. وبعدها بيروح توم لتوكو وبيحط لها لزقه مكان الختم اللي جه على دماغها. بس الوشم ده ظهر لها منين؟ تعال اما اقول لك. الوشم ده ظهر من بيلا لما استحوذت على جسمها، ولما طلعت كان جسمها نسخ القوه ديت. وكل ما بيلا بتستخدم قوتها توكو هي كمان قوتها بتزيد. وبعدها بتروح ايزي وبتقعد مع ليسا، بتدي لها ملف وبتقول لها الملف ده موجود فيه كل اسماء الناس اللي استعملوا اختامهم. الدوله بتبلغك بموت الملك ولازم نجهز نفسنا علشان ننتقم لموته. بس اللي ما تعرفوش ان بيلا ولاكا كانوا قاعدين يخططوا ازاي هيقتلوهم، وبيحطوا وجهتهم الاولى هي ليزا علشان يقطعوا اي امدادات توصل لهم من الدوله.
بسهولة. وفعلا تاني يوم بيركبوا الهليكوبتر وبيروحوا لهناك. بيلا بتنزل بسلاحها الفتاك وبتشق اول واحد لنصين، كلهم بيتصدموا ومش عارفين هي جت هنا ازاي وامتى. بتقتل فيهم واحد ورا التاني ومحدش عارف يتصدلها. ليزا بتفعل ختمها وبتهجم عليها هي كمان. بيلا بتفادي هجماتها بسهولة وبتهجم عليها. سرعتها كبيرة جدا وكانت هتصيب ليزا، بتضرب عليها بالمسدسات والقنابل ودي مش فارق معاها اي حاجة. ده كمان بتجرح ليزا وكانت خلاص هتقتلها. وفي نفس تلك الاثناء توم بيكلم ايزي وبيقول لها على كل اللي حصل. على طول بتفعل ختمها وبتروح علشان تساعدها. سيجي هو كمان بيحس بتفعيل ختمها وبيعرف انها في خطر وبيروح علشان يساعدها. بس واثناء ما كانت ايزي رايحة لهناك بتلاقي جسمها اتحجر وما عادتش عارفة تتحرك وبتقع على السطح. بتلاقي لاكا هو اللي عمل كده، مركب جهاز يوقف حركة اي حد مفعل الختم بتاعه، علشان كده هي مش عارفة تمشي دلوقتي. بيستهزأ بيها وبيقول لها ايه رأيك تموتي دلوقتي ولا احسن اسيبك تتعذبي شوية وبعدين اقتلك. سيجي هو كمان بيروح عندها والمفاجأة ان الجهاز مش بيعمل معاه اي حاجة، وده بحكم قوة الختم اللي معاه. لسه هيتكلم معاها بيلاقوا انفجار كبير جاي من مكان ليزا. ايزي بتترعب عليها وبتقول لسيجي روح بسرعة انقذها وما تخليهاش يحصل لها حاجة، انا هعتمد عليك. وفعلا بيسمع كلامها وبيسيبها وبيمشي. وفي اللحظة ديت كانت ايزي انصابت في كتفها. بيلا بتروح عليها علشان تقتلها ولكن دي بتعمل قنبلة وبتفرقعها فيهم، وده سبب الانفجار اللي شفناه من شوية. سيجي اول ما بيوصل هناك بيتصدم من اللي شايفه. كل الناس مقتولة بطريقة بشعة جدا وشكلهم يقطع القلب. واحد كان لسه فيه النفس وبيشاور على الأوضة وبيقول له روح لليزا والحقها. بيروح يدور عليها وبيلاقيها على السطح مربوطة وكانت حالتها صعبة جدا. سيجي وقتها اتعصب جامد، بيقول لبيلا انت اللي عملتي فيها كده، انت لازم تموتي دلوقتي. بس دي بتقول له العب بعيد يلا، وبتدي له ضربة واحدة بتوقعه من على السطح. كان خلاص هيموت لولا تدخل توم وبيلحقه. سيجي عاوز يروح لها تاني ولكن توم بيمنعه، بيقول له انت املنا الوحيد يا سيجي، ولو قتلوك وخدوا الختم بتاعك فاحنا كده ميتين وش، ولازم تستخدم عقلك وتهدى في الاوقات اللي زي ديت. وبعدها بتكون ايزي عرفت تهرب من لاكا وبتروح لليزا تشوف ايه حصل لها. مش بتلاقيها وبتشوف هدومها مليانه دم. تتعصب جدا وبتقسم انها ترجعها تاني. على طول بتستدعي توكو وسيجي وبيروحوا البيت بتاعهم. بينزلوا المخزن ولسه سيجي هيتكلم بيلاقي ايزي كلبشته. بتقول لهم انتوا هخليكوا تحت حمايه توم وانا هروح انقذ ليزا قبل ما يحصل لها حاجه. الواد طبعا بيفضل يزعق علشان يروح معاها ولكن ما بتسمعلوش وبتسيبه وبتمشي. وبعد ما بتمشي بيكون سيجي متعصب، بيقول لتوم هي ليه بتعمل كده، انا مش هبدأ عندكم علشان تعملوا معايا كده. توم وقتها بيتعصب وبيزعق له، بيقول له اذا خالفت قوانين الدولة ومرضتش تقتلك او تسلمك للحكومة، بتدافع عنك وبتعمل كده علشان تحميك منهم، وانت زي الحمار عاوز تبوظ كل حاجة. سيجي بيقول له طالما ضحت بكل الحاجات دي علشان تنقذني فانا لازم اساعدها واقف جنبها. بيكسر الكلبشات اللي على ايده وبيهجم على توم وبيرقده في ضربتين بس. بعدها بيطلع ولكن بيلاقي الباب مقفول. بيستخدم صنع الفراغ عليه ولكن ما بيخفيش الباب بس، لا ده خفى البيت بالكامل من قوته. وبعدها بيتجهوا الى مكان ايزي اللي كانت عامله كمين لبيلا واصحابها علشان تنقذ ليزا. وهم ماشيين بقى بالعربيه بيلاقوها قطع الطريق عليهم. لاكا بيتعصب هالته اشتعلت وبيروح عليهم. بيهجموا عليه بالمسدسات بس ولا بيأثر فيه. هوبا ضربه منه كسرت الجنود اللي معاها. بيلا هي كمان بتقول له انا همشي اروح اقتل الجنود ديت عما انت تخلص عليها، فبيقول لها تمام. وبعدها بيهجم على ايزي بكل قوته بس البنت بتفادي هجمته وبتختفي من قدامه. وفجأة بيلاقيها نازله عليه من السما واحلى مسا على دماغك. بس برغم كل اللي حصل كانت اصابته بسيطه جدا. بيلا هي كمان كانت بتقتل في الجنود ومحدش عارف يوقفها، كاسحه فيهم يمين شمال ومحدش عارف يوقفها، واللي بتقابله بيحصل اللي قبله. سيجي كان وصل اخيرا هو وتوكو. بيمسك كيس دم وبيفعل ختمه وبيدخل دخله اسطوريه بس يا 60 نيله حد يقع الوقعه ديت بيقوم تاني، ويا دوب بيقوم تاني بيلا بتهجم عليه. بيفادي هجماتها بكل براعه وكمان بيقطع السيف بتاعها ومفكر انه كده عامل حاجه، بس بوم رجل كسرت بعظم وش الحاويه اللي وراه. بتروح له تاني وبتطلع سيفها عايزه تقتله، وفي الوقت ده قال ما بدهاش اما نهرب بقى. بس بتهرب من مين؟ ارجع يلا. كل ما بيروح مكان بيلاقي ضربه بترجعه. سيجي وقتها وقف واستسلم للي قدامه. بيحاول يفكر
بيفكر هيعمل ايه في المشكلة ديت، ولكن بياخد ضربة بتصيبه إصابة خطيرة. سيجي وقتها بيقع سايح في دمه، بيصرخ من كتر الوجع ومش عارف يعمل أي حاجة. توكو بتشوف اللي حصل ده وبتتعصب جامد، ختمها بيتفاعل وبتهجم على بيلا وبتلزقها في الحاوية اللي وراها. بس انت متخيل انه هيفرق معاها؟ لا والله، بتديها رجل بتطيرها، والبنت خلاص جابت اخرها. سيجي بيشوف حبيبته عمالة بتدافع عنه، بيتعصب وبيصرخ بأعلى صوته، بيفعل قوته من جديد وبيعالج نفسه. بيلا لسه هتقتل توكو، بتلاقي الارض اتكسرت من تحتهم، بيقعوا تحت. سيجي بيستغل ده وبيطير على بيلا وبيديها بوكس بيريحها، وبيلحق توكو قبل ما يحصل لها حاجة. بيروح لها تاني وبيرفع ايده وكان خلاص هيقتلها، بس بيقوم وبيبعد نفسه في اخر لحظة وبيبعد عنها. بيعلى في نظرها وبتقول له انت ليه ما قتلتنيش؟ انا لو كنت مكانك كنت هقتلك بدون اي رحمة. سيجي بيقول لها القتل عمره ما كان حل للمشاكل، انك ترجع للطريق الصح هو ده نهايتها. وفجأة واثناء ما كانوا بيتكلموا بيلاقي واحدة جت وراه، ودي بقى هي الملكة الجديدة اريا. الواد بيترعب منها وبيبعد عنها في ثواني. بتقول له ما تقلقش، انا مش هقتلك، انت عفيت عن بيلا علشان كده هعفو عنك، بس اما اقابلك تاني الله اعلم هيكون رد فعل ايه وقتها. وبتاخد بيلا وبتختفي من المكان. ومن جانب تاني كانت ايزا وتاكا لسه بيهجموا على بعض، بيديها رجل بيطيرها، بتطلع المسدس وبتضرب عليه، بس ده ولا بيتأثر. بتزود المسدس بقوتها وبتضرب تاني، وفي وقتها الضربة بتأثر فيه. بتقول له تعالى بقى، وبتفضل فاتحة عليه المسدس لحد ما بيجيب اخره، بس بيستخدم عليها قوة البتاع اللي معاه، بيثبتها زي ما عمل قبل كده وبيقوم علشان يروح لها. وفجأة ضربة بتطيره، وبتكون ليزا هي اللي عملت كده. فاقت وفكت نفسها وجت علشان تساعدها. هما الاتنين بيبصوا لبعض وشكلهم ناويين على حاجة. واحلى ضربة مزدوجة عليك يا معلم. والواد خلاص جاب اخره، بس لسه ما بيلحقوش يفرحوا، بيلاقوا اريا وصلت عندهم. بتقول لهم عاش عليكم، باين ان احنا خسرنا، فعلشان كده هاخد لك وامشي المرة دي. العيال بيتعصبوا وبيرفضوا يسيبوها تمشي، بس بتوري لهم جزء من قوتها. الكل اول ما بيشوفها بيتصدم. بتقول لهم حد ليه شوف حاجة. العيال بتتسمر مكانها، بيقولوا لها في رعاية الله فنانة، فبتاخد صحابها وتمشي. ومن هنا بينتهي الجزء الاول. فيا ترى ايه هيحصل لهم؟ وهيعرفوا يرجعوا باقي الاختام قبل ما تقوم الحرب العالمية ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.